السلام عليكم. هحل لك الدايركت دلوقتي من غير ما نشرح انجليزي خالص، احنا هنشغل دماغنا بس يعني. هقول لك شويه ملاحظات تشغل فيهم دماغك. لو جايب لك علامه تعجب، والنقط اللي قبلها فاضيه، اعمل ايه؟ شيل اللي هو كاتبه قبل علامه التعجب وطلعه فوق. بس ما عدا هذه الكلمات: جود ايديا، جريد، ويل دان، وات ا الكلمات دي ما ينفعش نشيلها ونحطها فوق. ليه بقى؟ لانها هتخلينا نطلع فوق شويه لحد السطر اللي فوق الدايركت. ايوه السطر اللي فوق الدايركت اللي مكتوب ببونت تقيل بيبقى فيه معلومه بعد كلمه ذات او اباوت، هنقلها واحطها على النقط دي. طيب افرض النقط جايه لي تحت علامه التعجب مش فوقها، وحاطط لي في الاخر علامه استفهام، ايه السؤال اللي اساله هنا؟ انا مش هسال حاجه خالص، انا هكتب كلمه ريلي بس.